المهلبية بالبسكوت اللي اتطلب مني ان انا اعملها لكم فيديو. حاجة كده يا بنات وهم طعمها خطير واتعملت بكل سهولة وما خدتش مننا اي وقت خالص. تعالوا بقى اقول لكم عملنا العظمة دي ازاي. بصوا يا بنات، اول حاجة انا جبت الحلة بتاعتي ونزلت بلتر من اللبن، كل ده على البارد يا بنات، انا لسه ما شغلتش النار، ونزلت عليهم باربع معالق كبار هرمية بالشكل ده كده من النشا. يعني كل كوباية خدت معلقة هرمية من النشا، وابتدي ادوبها بقى كويس قوي بالشكل ده. بصوا هتلاقيها متكتله معاكم شويه، ما تقلقوش هي هتفك على طول وانتوا بتقلبوها اهو بالشكل ده كده. ادوبها كويس وبعدين انزل بنص كوبايه من السكر وادوبه كويس جدا واشغل عليه النار على نار متوسطه يا بنات. اهم حاجه ايدي فيه عشان خاطر ما يتكتلش معايا بالشكل ده، وانتي هتلاقيه بقى بيتقل واحده واحده اهو. شايفين يا بنات الشكل كده ابتدى يتقل معايا. واول بقى ما خلاص يوصل للسمك اللي انا عايزاه انزل بباكو من الفانيليا او معلقه من الفانيليا السايله. انا ما حطيتش الفانيليا في الاول يا بنات عشان ما تمررش معايا. بس كده اطفي عليه بقى وتعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. هنا بقى جبت الصينيه بتاعتي ونزلت بنص الخليط بالشكل ده، ونزلت بقى هنا كنت جايبه بسكوت، اي نوع بسكوت انتوا بتحبوه، وكسرته بالشكل ده، ونزلت باول طبقه. طبعا انت الكميه دي براحتك اللي تحبيه حطيه، وانزل بالنص التاني بالشكل ده. احنا بنستناهاش تبرد يا بنات الاول طبقه، لاني لو استنيتيها تبرد التانية مش هتعرف، هتتكتل معاكي، مش هتعرفي تحطيها، لازم كله سخن. وهنزل بباقي البسكوت بتاعي، يعني دول كانوا حوالي 3 بكاوي بسكوت كبيره. وبس كده يا بنات، تبرد وادخلها التلاجة يا دوبك تسقع شويه ونطلعها. كده كانت ساقعت، بتقطعي بقى وتقدمي في الاطباق. عاوزه اقول لكم خطيره، وممكن كمان تعمليها في كاسات، في بولات صغيره، دي طبعا براحتك. انا حبيت اعملها لكم زي التورتايه كده، بس بجد يا بنات طعمها وهم، وما خدتش مننا ولا وقت ولا مجهود، وبحاجه بسيطه هتعملي حاجه حلوه لولادك مش مكلفه، ومن جمالها الولاد هيطلبوها منك على طول. بجد يا بنات حلوه قوي، اعملوها هتعجبكم، هتعجب ولادكم جدا. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم وبألف هنا.